طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية من فضائية كركوك، معي أنا رندا سامان، وهذه بداية من العناوين. رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يعزي بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم قداسة ماري آدي الثاني. المحكمة الاتحادية العليا تقرر استمرار رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في ممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. المحكمة الاتحادية العليا تحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. مراقبون للشأن السياسي العراقي يؤكدون أهمية التوافق السياسي فيما يخص الاستحقاقات الدستورية المتبقية لتشكيل الحكومة الجديدة. العشرات من خريجي الكليات والمعاهد الطبية في كركوك يتظاهرون أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بتنفيذ أوامر تعيينهم. إلى التفاصيل، أهلا بكم. عزى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم قداسة ماري آدي الثاني، وبعث رئيس الجمهورية في برقية التعازي إلى نيافة الأسقف مار شمعون دانيال راعي أبرشية الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والشرق الأوسط، معربا عن الأسف بوفاة بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة في العالم قداسة ماري آدي الثاني. وأضاف رئيس الجمهورية في هذه المناسبة المؤلمة: نتقدم إليكم ولجميع الإخوة في الكنيسة الشرقية القديمة بأحر التعازي، ونتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان. عزى قباد طلباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان بوفاة البطريرك ماري آدي الثاني بطريرك ورئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم. وجاء في نص التعزية: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل البطريرك ماري آدي الثاني بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة. بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بأحر التعازي إلى جميع الأخوات والإخوة المسيحيين في كردستان والعراق والعالم، وأشارككم الأحزان. وأكد قباد طلباني أن الراحل أفنى حياته خدمة لدينه، وكان له الدور المهم في نشر رسالة السلام والتسامح، ورحيله خسارة كبيرة للجميع، مبتهلا لله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. قررت المحكمة الاتحادية العليا استمرار رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرة إلى أنه هو القرار صدر بالاتفاق وهو بات وملزم للسلطات كافة. أعلنت المحكمة الاتحادية العليا استمرار رئيس الجمهورية القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس لجمهورية العراق. وقالت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إنه تم وضع الطلب المقدم من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح المؤرخ والمتضمن طلب تفسير المادة 72 ثانيا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 من شباط 2022، وتوصلت إلى الآتي: أولا، أن المادة 72 أولا من الدستور نصت على أن تحدد ولاية رئيس الجمهورية ب4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب، وبذلك فإن ولاية رئيس الجمهورية تكون لمدة 4 سنوات وممكن إعادة انتخابه للمرة الثانية فقط. ثانيا، نصت الفقرة الثانية من المادة 72 من الدستور على أن تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب، وحيث أن الفقرة باء من المادة 72 ثانيا من الدستور نصت على أن يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته
إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس. لذلك فإن استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته يرتبط بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وأضافت المحكمة الاتحادية في قرارها بالقول إن عدم حضور أعضاء مجلس النواب في الموعد المحدد لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم تحقق النصاب أدى إلى عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب، يستلزم استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحل محله، حيث أن التناسب بين ما تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة وحفاظا على المبادئ الدستورية والمتمثلة بممارسة السلطات الاتحادية اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات، فإن ذلك موجب لاستمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد. وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القرار الذي صدر بالاتفاق بات وملزم للسلطات كافة استنادا لأحكام المادتين 93 ثانيا و94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بالحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور. وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية لتورطه بتهم فساد تم على إثرها سحب الثقة منه عندما كان وزيرا للخارجية. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في بيان إنها أصدرت قرارها المرقم 17 اتحادية 2022 بعدم صحة قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح لهوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية المتخذ بتاريخ 31 من كانون الثاني 2022 وإلغائه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة 68 من دستور جمهورية العراق لعام 2005، مبينا أن الحكم الذي صدر بالأكثرية بات وملزم للسلطات كافة. محللون ومراقبون للشأن السياسي العراقي أكدوا أهمية التوافق السياسي بين جميع الكتل والقوى السياسية التي تمثل المكونات العراقية فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتبروا عدم الالتزام بالمدد الدستورية لإكمال الاستحقاقات المتبقية لتشكيل الحكومة تجاوزا على الدستور. لا يزال المشهد السياسي العراقي غامضا ويحيطه الكثير من التعقيد بعد مقاطعة الكتل السياسية للجلسة الثانية لمجلس النواب وسط ترقب من الشارع العراقي لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات المواطنين. وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي هاشم الجبوري إن عدم الالتزام بالمدد الدستورية المحددة لإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة تجاوز على الدستور. ويقول الجبوري إن ما يخص مسألة التجاوزات على الدستور وتحديدا ما يخص فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من جديد من قبل رئاسة البرلمان بعد انتهاء مدتها القانونية فهي تأتي لتمديد الوقت بسبب عدم وجود بديل آخر وإعطاء فرصة للكتل لإنهاء مفاوضاتها، والذي بدوره هو بعيد كل البعد عن الدستور لأنه لا يوجد نص دستوري يعطي الصلاحية لرئيس البرلمان أن يتخذ هكذا قرار. من جهته يقول المحلل السياسي الدكتور عمار البهادلي إن تداعيات المرحلة السياسية بدأت ملامحها منذ إعلان نتائج انتخابات 2021 وطرح مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الذي يفارق السياقات الدستورية والقانونية، خصوصا وأن تلك الأغلبية كانت وفق تفسيرات المحكمة الاتحادية في 2010 واضحة في معناها، وهي الذهاب إلى التوافقات السياسية وما ينتج عنها من أغلبية مريحة داخل قبة البرلمان، موضحا أن القوى السياسية الآن ارتأت أن تنفرد لوحدها برسم خارطة المرحلة المقبلة
منذ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان في محاولة لإقصاء الآخرين من الشركاء السياسيين. وأشار البهادلي إلى أن انقضاء المدد الدستورية هو سبب تلك الخروقات والتجاوزات الواضحة على الدستور والمتعمدة من بعض الأطراف السياسية خدمة لأهدافها. ولمعالجة الانسداد السياسي في البلاد، أعلن الإطار التنسيقي في وقت سابق عن مبادرة دعا من خلالها كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين. أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي إن خيار المعارضة السياسية ما زال قائما من قبل الإطار التنسيقي بشأن المرحلة المقبلة. وقال الفتلاوي إن مخرجات العملية السياسية تؤكد أن هناك بعض الأمور المخفية التي لا يتم الإعلان عنها مطلقا ويعمل بها طرفا التحالفين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية. وبين عضو تحالف الفتح أن خيار المعارضة للإطار التنسيقي ما زال مطروحا في حال لم يتم التوصل إلى توافق أو تفاهمات مع الكتلة الصدرية حول تشكيل الحكومة والمرحلة المقبلة. وفي موضوع آخر، للمطالبة بتعيينهم على ملاك دائرة صحة كركوك، نظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد الطبية تظاهرة احتجاجية أمام مبنى محافظة كركوك. ممثل عن نقابة التمريض العراقية أشار إلى أن هذه الشريحة من الخريجين تم إصدار أمر تعيينهم على ملاك دائرة صحة كركوك، ولكن جوبها برفض من إدارة المحافظة، مطالبا رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل. نظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد الطبية تظاهرة احتجاجية أمام مبنى محافظة كركوك للمطالبة بتعيينهم على ملاك دائرة صحة كركوك، مؤكدين أن الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية أصدرت أمر التعيين الخاص بهم، إلا أن إدارة محافظة كركوك رفضت الأمر. احنا صار لنا 4 اشهر اسمنا الوزاري طالع من الوزاره، ولهذا صار المحافظه صار 4 اشهر ما موقع على الكتاب مالنا، يقول انتم من نفوسكم مو كركوك، مع العلم عندنا بطاقه سكن كركوك، فورم كركوك، كل شيء كركوك، بس نفوسنا 57 مو كركوك، ولهذا المحافظ ما قاعد يوقع. نتمنى من عندكم ومن سياده المحافظ يوقع على كتابنا، وبارك الله بكم. والله بطال بس التعيين، احنا جماعه المجموعه الطبيه 300 نفر اسمنا كل اسمنا الوزاري طالع، بس باقي فقط الموافقه الامر الاداري المحافظ يوقع، والمحافظ يقول انا ما وقع، انتم نفسكم مو 57، وصراحه شغله سياسيه لا اكثر. ممثل من نقابة التمريض العراقية أشار إلى أن هذه الشريحة من الخريجين تم إصدار أمر تعيينهم على ملاك صحة كركوك، ولكن جوبها برفض من إدارة المحافظة، لافتا إلى وجود ظلم وإجحاف بحق هذه الشريحة الإنسانية. هؤلاء الملاكات تم إصدار الأمر الوزاري بحقهم، هذا الأمر الوزاري بتعيينهم على ملاك دائرة صحة كركوك. تم رفض تعيينهم على ملاك دائرة صحة من قبل محافظ كركوك راكان سعيد حسب كتاب الموجود يعني صادر الدائرة صحة كركوك، ليسوا من سكنة محافظة كركوك، وهو يستند على مقررات مجلس محافظة كركوك. أنا أسألك يا سيد المحافظ، مجلس محافظة كركوك تم حلها بأمر من البرلمان منذ فترة، وأي مقررات صادرة من مجلس محافظة تم حلها غير مقبول، وجنابك لم تكن من ضمن التوافقات المجلس محافظ حتى تكون محافظة لكركوك. محاولاتنا هو استرجاع حقوق هؤلاء الشريحة. أنا نيابة عنهم أطالب رئيس الوزراء بالتدخل سريع لإرجاع حق هؤلاء، لأن هؤلاء تم التعيين بأمر وزاري قانوني، هناك تظلم بحقهم، هناك إجحاف بحقهم. حوالي 300 خريج وخريجة من الكليات والمعاهد الطبية ينتظرون استحصال أمر مباشرتهم لكي يرفضوا المؤسسات الصحية في كركوك بإمكاناتهم التي هي نتاج سنوات الدراسة، إلا أن إيقاف أمر مباشرتهم على الرغم من صدور أمر تعيينهم من بغداد يمثل مشكلة يتطلب حلها سريعا.
أكدت دائرة صحة كركوك إطلاق حملة تلقيح واسعة من خلال الفرق الجوالة في جميع مناطق المحافظة. وذكرت دائرة الصحة في بيان أنه وبإشراف مدير عام صحة كركوك وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف تم إطلاق حملتين متزامنتين واسعتين للتلقيح في عموم المحافظة. وأشار البيان إلى أن الحملة الأولى هي لخدمات التحصين المتكاملة تشمل اللقاحات الروتينية حسب الجدول التلقيحي للأطفال دون سن 5 من العمر والنساء الحوامل. والحملة الثانية للتلقيح باللقاح المضاد لكوفيد-19 لأعمار من 12 سنة فما فوق وحسب استحقاق الجرعة، وذلك ابتداء من 13 من شباط ولغاية 27 منه، عن طريق عشرات الفرق التلقيحية الجوالة من دار إلى دار في جميع مناطق مدينة كركوك وأطرافها من القرى والأرياف. أكدت عضو مجلس النواب نرمين معروف عدم إمكانية إقرار الموازنة الاتحادية للعام الجاري في حال تأخر تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت النائب نرمين معروف إن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا يمكن إرسال موازنة 2022 إلى مجلس النواب من قبل هذه الحكومة، وخصوصا أنه لم يتم بعد تشكيل اللجنة المالية النيابية واللجان النيابية الأخرى. وأشارت إلى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي تتعلق عملية تشكيلها بتوافقات وتفاهمات الكتل النيابية ومصير العملية السياسية المتعثرة نوعا ما حاليا، معربة عن اعتقادها بأن العام الجاري إذا لم يتم تشكيل الحكومة أو تأخرت عملية تشكيلها سيكون العام بلا موازنة، وسيتم الاستمرار في تطبيق نسبة 1:12 من موازنة العام الماضي. على الرغم من الأزمات التي عصفت بالبلد على مدى الأعوام الماضية، أكد أساتذة جامعيون وباحثون في الشأن السياسي أن العراق استطاع أن يعزز مكانته على المستوى الإقليمي، وكان له دور ريادي وتربطه علاقات جيدة مع دول المنطقة. أستاذ جامعي يرى بأن العراق لعب دور الوساطة في حل الأزمات ما بين مختلف دول المنطقة، داعيا إلى تفعيل الجهد الدبلوماسي بشكل أكبر والمزيد من الانفتاح دوليا. أكد أساتذة جامعيون وباحثون في الشأن السياسي أن العراق له دور ريادي وتربطه علاقات جيدة مع دول المنطقة على الرغم من سلسلة الأزمات التي عصفت بالبلد. أنا أعتقد العراق هو راعي لهذه الدول وراعي للدور الريادي، لكن الظروف السياسية أجبرته المشاكل الحرب الطائفية اللي حصلت بالعراق أجبرته عن التخلي جبرا وليس طوعا عن المحيط العربي المحيط الإسلامي. بالنتيجة العراق له دور مؤسس في جامعة الدول العربية وتربطه علاقات جيدة مع الجارة الإسلامية الإيرانية، كذلك المملكة العربية السعودية، الكويت، كذلك كل الدول العربية. وهناك مبدأ رصين جدا بالعلاقات الدولية يتحدث عن المصالح المشتركة وتربطنا مصالح مشتركة وتبادل تجاري جيد مع الجمهورية الإسلامية، كذلك مع المملكة العربية السعودية والكويت والجارة التركية. لذلك هي دعوة من خلال قناتكم المؤقرة لتفعيل وتعضيد هذا الدور وتعظيمه في المرحلة الراهنة. من الممكن أن يكون مشارك ومساعد وتسهيل عملية التواصل فيما بين الدولتين، وهذا سوف يكون له أيضا تحسب له نقطة لأنه يكون موجودا وواضحا وله حضور. فعليه أنا في اعتقادي لا يصل إلى مستوى التسيد للمنطقة كما كان، وإنما يبقى حاله حال الدول الأخرى، لأنه أنتم تعلمون هناك الكثير من الدول برزت في هذه الفترة وأصبحت لها حضور كبير. أستاذ جامعي يرى بأن العراق لعب دور الوساطة في حل الأزمات ما بين مختلف الدول في المنطقة وحتى أبعد من ذلك، داعيا إلى تفعيل الجهد الدبلوماسي بشكل أكثر والانفتاح بشكل أكبر دوليا.
العراق 22 يختلف عن العراق 2014، ولذلك نعتقد العراق في مراحل متقدمة فيما يتعلق بالجهد الدبلوماسي والجهد السياسي، ولذلك دائما ما نشير إلى أن العراق بالوقت الحاضر يجب أن يفعل الدور الدبلوماسي ولا يكون فقط في إطار ردود الفعل، وإنما نحتاج الفعل، وهذا بالفعل أصبح في جهود العراق لتقريب وجهات النظر بين سوريا وجامعة الدول العربية عندما حدثت الأزمة. وبعد ذلك العراق أيضا مارس دور الوساطة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وآخر تلك الوساطات هي الوساطة التي قام بها العراق ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لا سيما في الأزمات الأخيرة. يؤكد المختصون بأن للعراق دور محوري مهم في المنطقة، وتربطه علاقات متينة مع مختلف الدول على أساس التعاون المشترك بين الجانبين، وسط دعوات بضرورة تفعيل الجهد الدبلوماسي بشكل أكبر لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية للعراق. أعلنت خلية الإعلام الأمني قصف وكر لإرهابي داعش في محافظة كركوك. وقالت الخلية في بيان إن القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F-16 العراقية ووفقا لمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت ضربة جوية دقيقة في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك. وأشار البيان إلى أن الضربة أدت إلى تدمير وكر مهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية، مضيفا أن القوات الأمنية مستمرة في تعقب العناصر الإرهابية في مختلف المناطق وستعمل على إنهاء تواجدها. أعلن اللواء يحيى رسول الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة اعتقال 8 إرهابيين في عدة محافظات، فيما أشار إلى أن اعتقال أحدهم جاء بالتنسيق مع قوات الآسيش في محافظة السليمانية. وقال اللواء يحيى رسول خلال بيان إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليتين نوعيتين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين أسفرتا عن إلقاء القبض على 6 من إرهابي داعش. وفي محافظة بابل تم نصب كمين محكم أثمر عن إلقاء القبض على إرهابي متخفي بين المواطنين. وأضاف الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة أنه وبالتنسيق مع قوات الآسيش في محافظة السليمانية تم إلقاء القبض على أحد إرهابي داعش المطلوبين. كشفت خلية الإعلام الأمني عن إحباط محاولة لاستهداف إرسال الدعم اللوجستي في محافظة المثنى. وذكرت الخلية في بيان أنه ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف إرسال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع. وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني أنه تم تفكيك أحد العبوتين موقعيا، فيما تم تفجير الأخرى تحت السيطرة. وفي المثنى أيضا أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 2 من تجار المخدرات بحوزتهما أكثر من 130 ألف حبة في المثنى. وقالت الخلية في بيان أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت وبكمين محكم من إلقاء القبض على 2 من تجار المخدرات في صحراء السماوة ضمن محافظة المثنى وبحوزتهما 139 كيس حبوب مخدرة، كل كيس يحتوي على 1000 حبة، مشيرة إلى أنه تم ضبط المواد المخدرة واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين. على الصعيد المتصل أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان أنه وضمن تنفيذ خطط فرض القانون في مختلف مناطق محافظة ميسان
تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إحباط محاولة تسلل وإلقاء القبض على 14 متسللا من الجنسية الآسيوية ضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مادة الترياك المخدرة. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام بحق محافظ بابل الحالي لارتكابه عمدا ما يخالف واجباته الوظيفية. وقالت الهيئة في بيان إن محكمة تحقيق الحل المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق محافظ بابل على خلفية قيام اللجنة المركزية المؤلفة برئاسته بإدراج قطع أراضٍ تجارية ومتميزة ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنية المخصصة لشريحة الشهداء والجرحى. وأضافت هيئة النزاهة في بيانها أن اللجنة المؤلفة ضمت إضافة إلى المحافظ كل من معاون المحافظ لشؤون البلديات ومدير بلدية الحلة ومسؤول الأملاك فيها، موضحة أن أمر الاستقدام صدر عن محكمة تحقيق الحل المختصة بالنظر في قضايا النزاهة. وفي موضوع آخر، مع ارتفاع حدة التوتر في أزمة أوكرانيا واقترابها من حافة الحرب، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن واشنطن وحلفائها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إن أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا، في حين حذرت هنغاريا من موجة لاجئين في حال غزو روسيا لأوكرانيا. مع ارتفاع حدة التوتر في أزمة أوكرانيا واقترابها من حافة الحرب، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من تبعات إقدام موسكو على غزو أوكرانيا، في حين تواصل الدول توجيه موظفيها ومواطنيها لمغادرة كييف خشية وقوع الغزو الروسي. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن حذر في اتصال هاتفي نظيره الروسي بوتين من أن واشنطن وحلفائها لن يتوانوا عن الرد بشكل حازم وسريع إن أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا، وسيردون بحزم وسيفرضون تكاليف سريعة وقاسية على روسيا. ونقل البيان عن بايدن تجديده على أن أي تدخل روسي جديد في أوكرانيا سيؤدي إلى معاناة الناس على نطاق واسع وسيطعن بسمعة موسكو. ولفت إلى أن بايدن أعرب لبوتين عن استعداد الولايات المتحدة الثابت للانخراط في الدبلوماسية بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها، ومستعدة أيضا لسيناريوهات أخرى. وجاءت المكالمة التي استغرقت زهاء ساعة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسيها وعسكريها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لغزو روسي في أي لحظة. وكان مسؤولون أمريكيون حذروا مجددا من أن استعدادات روسيا لشن هجوم جوي وبري وبحري بالقرب من أوكرانيا وصلت إلى نقطة تمكنها من القيام بالغزو في غضون وقت قصير. على صعيد متصل، قال نائب وزير دفاع بريطانيا جيمس هيبي إن المدربين العسكريين البريطانيين الموجودين في أوكرانيا لتدريب جيشها على استخدام صواريخ مضادة للدروع ستبدأ بمغادرتها للبلاد، مؤكدا أنه سيتم إخراج جميع المدربين لأن يكون هناك عسكريون بريطانيون في أوكرانيا في حالة نشوب نزاع مسلح. وتابع جيمس هيبي إنه لن تتوفر لدى بريطانيا إمكانية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في حالة غزوها المفترض من القوات الروسية. كما أعطت أستراليا توجيهاتها لإجلاء جميع موظفي سفارتها المتبقين في كييف، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون وسط استمرار توتر الوضع حول أوكرانيا. وقال موريسون إن أستراليا ستحول عملياتها إلى لافيف، وهي مدينة قريبة من حدود أوكرانيا مع بولندا. من جهتها، كررت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين دعوة الأستراليين إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرة من أن الظروف الأمنية قد تتغير في وقت قصير. وتأتي قرارات الإجلاء هذه في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا، وإثر مساع دبلوماسية مكثفة فشلت في تخفيف التوتر الإقليمي. وعلى وقع الأحداث المرتقبة، حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يؤدي إلى فرار مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين عبر الحدود إلى بلاده. ودعا أوربان إلى حل سلمي للتوتر المتصاعد في أوروبا الناجم عن مخاوف الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبدأ التوتر قبل أسابيع عقب حشد روسيا أكثر من 100,000 جندي على حدود جارتها الغربية أوكرانيا، وتفاقم مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود. انتهت النشرة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.